بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن انا عايز ابدا مشروع انتاج حيواني. هنقول والله انا النهارده عندي حته ارض وعايز اعمل عليها مزرعه. مثلا هنقول تسمين في البدايه، يعني انا عندي مشروع انتاج حيواني، اما تسمين او ان يبقى عندي امهات. لازم احدد نوع النشاط الاول عشان اعرف الطريق اللي انا همشي بيه ازاي، وفكري ازاي في التسويق، في الاداره الفنيه، في متطلباتي من الاعلاف، في متطلباتي من التحصين. فانا بقول انا عندي حته ارض ايا كان مساحتها وانا عايز ابدا عليها مشروع. في الاول لازم احدد عندي نوع المشروع اللي انا عايز ابداه. هل انا هبدا تسمين خبرته قليله وانا عايز ابدا تسمين؟ لان الحلاق في العموم بيبقى محتاج حد يبقى خبره جدا، لانه اي مشكله في الانتاج الحيواني حلها بيعتمد على الفتره اللي انا اكتشفت فيها المشكله. مش هنسبه الاحداث هنقول انا عندي ارض وعايز اعمل مزرعه. طيب لو قلنا هنبدا تسمين، التسمين محتاج عنابر بتبقى مساحته طواله. الطواله دي مكان اللي بيتحط فيه العلف. هنعمل فيديو للمزرعه واشرح لحضراتكم المسميات دي لو حضرتك مش متخصص يعني. الطواله ده مكان العلف، فلازم يبقى عندي مساحه طواله بشكل مستطيل، العنبر بشكل مستطيل. نسبه الاظلال اللي هي المظله او التندة بتبقى معتمده على وضع البلد اللي انا فيها. هل انا في مكان حار؟ هل انا في مكان جو بارد شويه؟ ففي العموم في جو مصر بتبقى الاضاءه الاظلال محتاج تقريبا يعني بنتكلم 60% كمتوسط يعني لكل الاجواء المصريه من نسبه الارض كاظلال. العنابر بتبقى مستقيمه، لازم يبقى عندي الحيوان في صوره حره الحركه، يعني يبقى قدامه ميه متاحه 24 ساعه، والعلف على حسب نظامي، هل هو علف مقنن يعني كميه محدوده او ان انا سايب الكميه المقرره ليه على مدار اليوم. ده بالنسبه للتسمين. بالنسبه للحلاق، تصميم المزرعه محتاج ان يبقى عندي مكان للمحلب متوسط للعنابر الحلابه، ويبقى عندي مكان للرضاعه للعجول الصغيره. الحلاب او المحلب ده بيبقى في نص العنابر بتاعه الحلابه، بحيث تبقى مسهله عليا انا بصمم مزرعتي بالشكل اللي يريحني في العمل اليومي او الاعمال المزرعيه اليوميه. ان انا بعمل تصميمي يريحني في ان انا اشتغل ازاي علفه، ازاي ابيع. في كل مزرعه عندي لازم يبقى في حاجه اسمها الزناقه او عنبر الخدمه، ده المكان اللي انا من خلاله بتعامل منه مع الحيوان. يبقى المزرعه محتاجه اول حاجه عنابر طوليه، ده لو تسمين. لو المحلب في النص والعنابر متوسطه او شكل كرسي على حسب تفكيري. في حاجه اسمها امن حيوي لازم اراعيه في المزرعه. سور المزرعه، البوابه بتاع دخول المزرعه لازم يبقى عندي مختص فيه ميه، فورمالين او اي ماده مطهره انا بستخدمها، بحيث اي عربيه داخله عندي او اشخاص داخلين عندي يبقى انا عامل امن حيوي لمزرعتي. عندي عنبر خدمه، عندي حاجه اسمها تبه في فيديو ان شاء الله جاي هشرح لحضراتكم الاشكال دي كلها والمسميات. التبه دي ان انا بستلم من خلال الحيوانات من العربيات، اضمن سلامتها وسلامتي وانا بستلم في الحيوانات دي ساعه شرائها او ساعه بيعها. يبقى عندي ميزان جوه المزرعه، بوزن الحيوانات في كل فتره معينه، كل شهر كل شهرين على حسب ما انا حابب ان انا اشتغل. ده بالنسبه لانشاء المزارع. انشاء المزارع افكاره كتيره واشكاله كتيره جدا، كل واحد بيختار المكان او الشكل اللي يناسبه. في النهايه انا بعمل مكان ايواء للحيوان. وفي عنابر بتبقى اوبن مفتوحه للحيوان، بيبقى شكل هو حر الحركه، مفيش حوائط مبنيه ليه، مفيش سقف ليه، هو عباره عن حديد كسور ليه وتندة. دي العنابر المفتوحه. في حاجه ثانيه اسمها عنابر المغلقه، ده نظام قديم شويه، بيبقى نظام زي الزريبه او الحوش عند الفلاحين، بيبقى مكان محاط من 4 اتجاهات والسقف مغطى، وفي مكان نصف مفتوح نصف مغلق، يعني اوضه مقفوله وقدامها عنبر مفتوح صغير. كلها في النهايه تصلح الحيوانات، لكن انا بقول ايه اللي يناسبني والافضل ايه؟ الافضل دلوقتي على مستوى العالم كله ان عنابر تكون مفتوحه، سهله ان انا استخدم معدات للعلف بتاع الحيوانات، سهل ان انا ابقى متابع الحيوانات كلها، العدد العنابر قليل، مميزات العنابر المفتوحه. طيب دي بالنسبه لانشاء المزارع. انا عشان ابدا شغلي ما ابداش شغل وانزل بفلوسي في السوق وانا مش فاهم انا بشتغل ازاي او اشتري امتى. لازم اعمل حاجه اسمها دراسه جدوى. يعني ايه دراسه جدوى؟ يعني انا بقول انا معايا مبلغ من المال جنيه رقم عايز اشتغل تسمين، فبقول والله انا بشتري من العجول مثلا لو 10 عجول سعر العجل كميزانه مثلا برقم، هجيب لهم تغذيه بكذا، كل الكلام ده هنشرحه. طيب
دي دراسه الجدوى، ان انا بحسب سعر الحيوان، بحسب تكلفه التغذيه، تكلفه اللواء والعماله، كل ما انا بكلفه لحد ما يرجع لي. يبقى ده اسمها مصروفات، انا كلفت كام او تكاليف. بحسب وزن العجل لما ببيعه، انا بعت العجل مثلا 500 كيلو، سعر الكيلو مثلا، انا مش عايز اقول اسعار لان السوق كلهم في الدين، فبيديني سعر المبيعات. من التكاليف وسعر المبيعات هيطلع لي صافي الربح. صافي الربح بتاعي ده في الانتاج الحيواني يعني متوسطه من 20 ل 25% من راس المال، ده في المتوسط قبل الزياده شويه، قبل النقص شويه، مرتبط بالسوق وبنوع السلال اللي انا جايبها وخبرتي انا، وفي الاول في النهايه توفيق ربنا في المجال بتاعي. يبقى احنا اتكلمنا عن انشاء مزارع ودراسه الجدوى. انا بقول لحضراتكم مكان بشرح في مكاني هنا، لكن هطلع بفيديو ان شاء الله جوه في المزرعه عندي هشرح لحضراتكم المسميات وشكل المزرعه وكل حاجه. انا بدي فكره عامه، وفي النهايه لو في حاجه معينه عايزين نعمل عليها زوم او نركز عليها نشرحها بالتفصيل. لان الانتاج الحيواني بحر كبير، بشرح لحضراتكم بس المعلومات العامه عنه، وبنعمل تفصيل بعد كده لكل حاجه لوحدها. يبقى احنا قلنا ازاي اعمل انشاء مزارع وازاي اعمل دراسه. ده الفيديو بتاع النهارده. انتظرونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، هنتكلم عن كيفيه الشراء بتاعت العجول وازاي بدير مصلحتي. شكرا.